لو بتعمل الغلطات دي فالتمرين هيضرك. واول غلطه معنا هي انك بتتمرن كل يوم كارديو حديد من غير ما تراعي استشفاء جسمك. وفي حاله ان جسمك مش بياخد الاستشفاء الكافي بتاعه فهتلاقي على مدار الاسابيع وعلى مدار الشهور مستواك مش بيتطور، وبالعكس هتلاقي مستواك ثابت او قاعد يقل. ولو استمريت على الطريقه دي ولفتره طويله فاحتمال كبير توصل للاوفر ريتشنج، وده ممكن يوصلك للاوفر تريننج، واحنا مش عايزين نوصل للمرحله دي. اما تاني غلطه هي انك بتعمل هيد كارديو كل يوم عشان تحرق سعرات زياده. صحيح ان الهيد كارديو ممكن يحرق لك شويه سعرات زياده، ولكن لما بتعمله بشكل يومي وبمجهود عالي فده بيأثر على استشفاء جسمك وعلى ادائك في التمرين، واحتمال يأثر على مفاصلك بالسلب. اما اخر غلطه وهي انك بتوصل للفشل العضلي في كل التمرين بتاعتك. وصولك للفشل العضلي خصوصا في التمرين المركبه بشكل مستمر ده بيزود من الاجهاد العام للجسم، فهتلاقي بعد فتره ان ادائك اتأثر بالسلب وهتحس بشويه الم في المفاصل. عشان كده تقدر توصل للفشل العضلي ولكن بذكاء وتخليها في تمرين العزم. لايك وفولو لنصايح اكتر.